ميسي يرسلها ويسجل. الارجنتين تسجل، الارجنتين تسجل الهدف الاول من الفاريز. كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا الطريق. نحن طبعا المساحات الموجودة، الفاريز جوليان الفاريز مع جوارديولا في السيتي يسجل هدف الدولي الثالث في مباراة الدولية رقم 12. نعم لعبت بهذه الصورة، التسلل غير موجود لأن الضرحاني وصلت إلى ميسي، نقلت للأمام والكرة إلى ضربة ركنية. أحد تصاريف السحر هو تنظيم الفوق، والمحاولة مستمرة ولا زالت قائمة أيضا، والتسديد لصالح الأرجنتين تلعب عالية، إبعاد تسديد. الله دي ماريا الجودة كما يجب أن تكون، الجودة الأرجنتينية، الجودة الكروية كما يجب أن تكون. نعم الكرة لعبت أنخيل دي ماريا، هذا اللاعب الحاضر أكونيا، ماركوس أكونيا هو اللي جاب العرضية ظهير أيسر، لكن الجودة كما يجب أن تكون. نعم لعبت العرضية مع ليونيل ميسي، هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام، ولكن طالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خالد عيسى. وشوف هو دائما هكذا في لحظات يشعرك ليونيل انه خارج نطاق المباراة. محاولة المرور، ميسي يسدد واصطدت ووصلت الى خارج الملعب الى ضربة ركنية. انا مؤمن يا ميسي ان الفصول 4 وستظل دوما 4. وسافات ضربة حرة مباشرة تلعب ولكنها بعيدة على مرمى خالد عيسى في النقطة الماضية. طبعا الارجنتين المصنف الثالث عالميا بعد البرازيل وبعد بلجيكا، ومنتخب الامارات الدولي. كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة هدف ثالث للأرجنتين. وأنخيل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة. أنخيل دي ماريا ويسجل هنا الهدف الثالث للأرجنتين، الثاني الشخصي بالنسبة له، والآن وصل دي ماريا إلى 27 هدف. هذا اللي معذبنا في الشوط الأول. كرة تلعب للأمام وميسي يفكرون في ميسي، مرور التسديد. الله يسجل. وأنا قلت تسجيل الأهداف عند ميسي مثل شرب الفناجيل، نعم هدف رابع للأرجنتين على منتخب الإمارات الوطني داخل منطقة الجزاء. طريقة المراوغة بالمناسبة، أخذ 2 من لاعبتنا بلعبة واحدة. عينك على اللعبة الأخيرة بالمناسبة، واحد من أفضل لاعبتنا. الله كان ممكن يدونها للتاريخ، كان ممكن يسجلها للتاريخ. كرة جميلة خذ وهات، لكن حارب هذا الشاب على أداء جيد في مباراة اليوم، خطيرة في الكرة الماضية، انطلاقة جميلة ويهو أداء واثق من نفسه. والكرة تلعب تقدم بالفعل خواكيم كوريا، لكن تعود لعبد الله بالإمارات. كرة تلعب عالية الآن وتصل سهلة جدا عند انطلاقة الآن للأمام، محاولة خطيرة والكرة ونسجل في مرمانا. نحن اللي سجلنا اعتقد في مرمانا. الهدف الخامس للمنتخب الأرجنتيني، الهدف الخامس للأرجنتين في مرمانا بعد مرور ربع ساعة. شوف سجلوا علينا الشوط الأول بعد 17 دقيقة، يسجلوا الآن هدفهم الأول في الشوط الثاني بعد الدقيقة رقم ربع ساعة، بعد 15 دقيقة. هل نحن اللي سجلنا في مرمانا أم سجل خواكين كوريا؟ هذه الكرة من أبي بول في الكرة الماضية، وهنا المحاولة نعم سجلها لاعب خواكين كوريا. الله حلوة هدف. كان ممكن تسجل يا كايو. كلهم يلعبون في اوروبا العربيه الخطيره في الكرات الماضيه في استراليا 2014 المركز الثالث، وبالتالي كل حلوه تكمل. الله كان ممكن جدا نسجل لعبة ليما في الكرة الماضية. نحن